السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالى بقى نعمل الزبادي كده بطريقة حلوة ترطب كده بقى على قلبنا. طبعا الرمضان كده جاي في الشتاء، بس برضه هناكل زبادي بقى كده حلوة، بتبقى ساعة السحور. متنسوش بقى تسموا بسم الله وتصلوا على الرسول كتير كتير في الكومنتات. وتعالى بقى نشوف الفيديو بتاعنا الجميل ده عملناه ازاي بطريقة سهلة بطريقة حلوة، وما نشتريش زبادي من بره. هنعمل الجمال ده كله في البيت بطريقة حلوة وايه، ونوفر كده. دبري ووفري كيلو لبن يعمل معاكي زبادي لكفي يومين ل5 افراد. شوف بقى، علبة الزبادي بنجيبها ب5 جنيه، وفي ب6 جنيه، وفي ب10 جنيه، حسب النوع بتاعها وحسب الشركة بتاعتها وحسب يعني تكون كبيرة او صغيرة. تمام كده. انا هنا معايا كيلو لبن، حطيته كده في الحلة بتاعتي وغليته. انا كنت غاليه قبلها. ماشي، لازم تغلي اللبن يغلي وهيبقى خلاص هيفور معاك. لازم اللبن بتاعك يغلي وتسيبيه لما يبرد خالص، وبعد كده يبقى دافي زي دمع العين كده، وبعدين نشتغل فيه. انا كنت غليته وسبته كده لما برد، يعني كنت رحت مشوار وسبته، كان جيت لقيته بارد خالص فدفيته تاني زي ما وريته كده. حطيت صبعي كده يا دوب ايه، لما تحط صبعك في اللبن كده يا دوب درجه الحراره كده ايه، زي بتاع دمع العين كده. ماشي. بعد كده بقى خلاص خدته بقى، خدت منه نص كوبايه كده. حطيت معلقه سكر وحطيت علبه زبادي، العلبه الزبادي اللي هي الصغيره البلدي الصغيره. واخد نص اللبن كده، نص كميه اللبن، عشان نعمله ايه طعم زبادي كده ساده وطعم بالشوكولاته اللهم صل على النبي. معلش يا جماعه سامحوني، بالفراوله. فدوبت حلو نص كوبايه لبن بمعلقه السكر، معلقه سكر كبيره يا اما معلقتين بالصغيره، وعلبه الزبادي. دوبتهم حلو الاول كده في كوبايه لوحدهم كده الاول، وبعد كده نزلت بيهم بقى ايه على بقيه اللبن كله ودوبتهم حلو. اهم حاجه تدوبي الزبادي مع اللبن حلو، ما تبقاش مكلكعه خالص ولا تبقى فيها اي حاجه، عشان تطلع معاك الزبادي ناعمه كده وحلوه كده. بصي، هي طريقتها سهله خالص ومفيش فيها اي حاجه. هو المهم بس اللبن بتاعك تبقي غاليه، ولما بتيجي تشتغلي بيه بيبقى دافي زي دمع العين، ما يبقاش لسه سخن جامد. خلاص كده عملنا الزبادي الساده، طريقه سهله خالص. هنا بقى برضو خدنا نص كوبايه لبن، وبس هي الكوبايه كبيره عشان كده باينه معاكم لي ربع كوبايه. وهحط معلقتين سكر بالمعلقه الصغيره، وفضيت علبه زبادي اللي هي بالفراوله. بس استعملي اي نوع. بس احنا نشتري زبادي اول مره بس، وبعد كده هناخد الخميره من الزبادي بتاعتنا اللي احنا عاملينها. وهنزل هنا بمعلقتين كريم شانتيه اللي هو بطعم الفراوله. انت ممكن تستغنى عن الكريم شانتيه وتحطي علبه الزبادي، وممكن تستغنى عن الزبادي وتحطي وتحطي كريم شانتيه. يعني لو انت حابه ايه تستعملي حاجه واحده، وهيديكي برضو نفس اللون ونفس الطعم. بس انا حبيت يعني يبقى لونه حلو، لونه قوي كده شويه عشان التصوير، وغير كده كمان يبقى الطعم حلو. فاهميني؟ هنا بقى دوب الزبادي كده مع الكريم شانتيه مع نص كوبايه اللبن. حسيت اللي هو تقيل شويه فزودته كمان حبه لبن كده. بصوا اهو. وبعد كده فنزلت بقى على اللبن كله، على بقيه اللبن. بصي الكوبايات صغيره عشان كده ايه طالع معاك كميه كبيره، لو الكوبايات كبيره شويه يطلع معاك العدد اقل شويه. دوبته بقى حلو. طعمه كان فراوله خالص، طعمه جميل قوي زي ما اتفقنا، عشان احنا حاطين علبه زبادي بطعم الفراوله وحاطين معلقتين كريم شانتيه بطعم الفراوله برضه. هنصبه بقى كده في الكوبايات بتاعتنا، اي كوبايات عندك، فناجين، كوبايات بايد، كوبايات صغيره، كوبايات كبيره، اللي هي الاطباق اللي هي الفخار دي اللي كنا مصورين فيها السنه اللي فاتت. اي حاجه موجوده عندك هتطلع زي العسل ويطلع معاك الزبادي حلو. اهم حاجه بصوا بالمعلقه كده اللبن كده ما يكون عامل فقاعات كده، عامل الوش بتاعه كده. بشيله كده بلمه بالراحه كده عشان يبقى الوش علبه الزبادي كده او كوبايه الزبادي تبقى ملسه خالص كده، ومبقاش فيها اي فقاعات ولا فيها اي هوا خالص. بالمعلقه كده وبلم اي حاجه على وش الكوبايه كده زي ما اتفقنا، عشان تبقى ايه الزبادي بتاعتنا حلو. هنا بقى رصيتهم في كوبايه في صينيه، اي صينيه كده ايه عندك. وهنغلي لبن كده، هنغلي ميه في الكتل. بصوا يعني داخله على الغليان، مش بتغلي خالص، داخله على الغليان. هنزل بقى في الميه السخنه كده لربع الكوبايه كده او نص الكوبايه. يعني الميه تبقى واصله كده ميه سخنه توصل كده لنص الكوبايه او ربعها. هي هنا هتوصل لنصها. انا زودت كمان كوبايه اهيت، حط كمان حبه ميه، حطيتهم بس ما استورتش، يعني خليت الميه واصله كده ايه لربع الكوبايه او نصها عشان الكوبايات صغيره. لو الكوبايه كبيره هتبقى نازله واصله لربعها بس. هنجيب بقى ورقه فويل، ما تخافيش مش هتعمل عرق ولا هتعمل ميه ولا اي حاجه على وش الزبادي. عايز تحط ورقه زبده حط ورقه زبده، عايز تحط ورق فويل حط ورق فويل.
بس الاحسن يعني انت تحطي ورقه زبده يا اما ورقه فويل، ما ينفعش فوطه بس عشان تكتمي بس ايه الحراره كده. يعني الميه اللي احنا حطينا سخنه كده مع البخار، في الوقت ده انا ولعت الفرن 5 دقايق بس وطفيته، يعني ولعته لمده 5 دقايق الفرن مش الشوايه، وبعد كده قمت مطفياه. وهدخل بقى الزبادي بتاعتي بعد ما الفها حلو كده بورق الفويل، واغطيها كده بفوطه كده من بتاعه المطبخ او فوطتين، وادخلها على الشبكه كده في النص في الفرن. بس اكون مطفيه الفرن، يعني سخنته الاول 5 دقايق. اهم حاجه يا جماعه المعلومه دي، طفي الفرن قبل ما تحط الزبادي 5 دقايق بس، اللي هو يبقى دافي بس، وبعد كده زي حضانه كده للزبادي. وبعد كده بحط الزبادي من بالليل واسيبها لغايه تاني يوم الصبح، ولو حطها من الصبح بسيبها لغايه بالليل. تفهماني؟ يعني لازم تسيبيها مده حلوه كده، اقل حاجه كده ايه 12 ساعه كده، او يعني اقل حاجه 10 ساعات كده في الفرن. بص انا بعملها من بالليل وبسيبها لغايه تاني يوم الصبح، وبعد كده بطلعها احطها اصفي بقى، اشيل الكوبايات كده على جنب، ونصفي الميه، وبعد كده ايه ندخلها التلاجة، تقعد ساعتين 3 كده في التلاجة. وبعد كده بقى تاكلي احلى زبادي بقى، زبادي كريمي كده، وبصوا الوش بقى ولا القشطه كده على وشه، وزبادي كده متماسكه كده وجميل، احلى زبادي، احلى ما تجيبها من بره 100 مره. هنا بقى الزبادي بتاعتنا ناعمة كده وطعمها زي العسل، معلقة السكر بقى اعطيها كده تسكيرة بسيطة كده وطعمها حلو قوي. طبعا بالفراولة دي عشاق الأولاد كلها كلهم، يعني احنا أكتر الزبادي عندنا بنعملها بالفراولة في رمضان عشان الأولاد بيحبوا اللي بطعم الفراولة. ممكن نعملها بالمانجا، نعملها مع بعض إن شاء الله في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى وش الزبادي، جميلة جميلة جميلة. طبعا احنا نعملها احنا في البيت، منشتريش من بره، وبنعمل كمية حلوة كده، بدل ما نشتري ب50 60 جنيه زبادي كل يوم، لا احنا نعمل بكيلو لبن هنعمل يكفينا يومين. بصوا الزبادي هنا الوش هو بس كده اللي من فوق كده، وش القشطة بتاعت اللبن. بصوا متماسكة كده وناعمة وجميلة. دي العلبة اللي انا كنت جاي شارياها بتاعت الزبادي، كان فيها حبة كده عبيت فيها، بس طعمهم حلو اوي بصراحة. الاولاد بصوا تعاركوا عليها اهي. اعملوا بقى الزبادي في البيت. بس بقول لكم طبقة القشطة كريمة يا ولادي، والله كريمة. حب الزبادي كانوا زي السكر. طريقة سهلة خالص، وما خدش معانا اي وقت ولا اي مجهود ولا اي حاجة. ممكن نعملها سادة خالص من غير لا فراولة ولا نجيب كريم شانتيه ولا اي حاجة، وتطلع معاكم زي العسل. طبعا احنا بقى ايه واحنا بناكل كده اخر كوباية بنشيل الكوباية من اللي هي البيضة ديت، وهي بتبقى الخميرة بتاعتنا. احنا بنشتري اول مرة بس، وبعد كده ايه بيبقى عندنا الخميرة بتاعتنا، بنشتري الكيلو اللبن ونغليه ونسيبه لما يبرد زي ما اتفقنا، وبعد كده يبقى دم في زي دمع العين كده، وهندوب عليه مع علبة الزبادي اللي احنا راكنينها ديت او كوباية الزبادي، وبعد كده هيطلع معاك الزبادي زي العسل. جربوا الطريقة ان شاء الله تعجبكم، حطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.